ما يقبلون سبحان الله هذا الأمر. طبعا حتى ما أطيل عليكم، أحاول إن شاء الله أختم بالهدية لأن نسيتها ما كملتها أخي الحبيب. فألا وهي في مسألة هل الرجل أجمل من المرأة؟ طيب، العلماء لهم كلام في ذلك. فعندما يقولون يعني يقولون المذهب الأول أن الرجل أجمل من المرأة، يعني جنس الرجل أجمل من جنس المرأة. والمذهب الثاني أن جنس المرأة أجمل من جنس الرجل. والمذهب الثالث قالوا بالأفراد، إنما أحيانا تجد رجلا أجمل من المرأة وتجد أحيانا امرأة أجمل من الرجل. هذا المذهب الثالث. طيب، نبدأ من المذهب الأول وهو الذي أختار، هو الذي أختار أن جنس الرجل أو أجمل من جنس المرأة لأسباب، منها أن الرجل أكمل من المرأة عقلا وعادة وشرعا. هذا الأمر واضح وواقعا أن الرجل أفضل من المرأة شرعا، هذا في مذكور ذلك في القرآن، وعادة هذا هو معروف من الناحية الاجتماعية، وعقلا هذا أيضا معروف. وانظر إلى العلماء منذ فجر التاريخ إلى الآن أكثرهم إيش من الرجال. بل الآن شوف الآن بعد الانفتاح الموجود ما له حج النسويات. شوف جوائز نوبل من ياخذ، أغلبهم رجال. فإذا هذا من الناحية الواقعية. طيب، وأجمل شرعا أن من أخذ شطر الحسن من هو؟ يوسف عليه السلام. شطر الحسن عند يوسف. إذن ويوسف رجل. طيب، في كلام يقوله أحدهم وهو علي الطنطاوي، يقول كلمت حمد الجاسر في أن الرجل أجمل من المرأة، فقلت له إن الأسد في عالم الحيوان، الأسد أجمل من أنثى. والديك قلت له الديك أجمل من الدجاجة. وهذه من الأمور التي يذكرها من الطرف، وهو يقول له هذا الأمر ليس هذا من باب الاحتجاج، لا من باب الطرف، حتى لا يجي واحد يقول أنت تستجد بعالم الحيوان على الرجال، لا. خاصة ممن هو عنده عقدة نقص في نفسه. طيب، ويقول كذلك، يقول الطاووس أجمل من الأنثى. ترى كلامه صحيح. لو تأملت عالم الحيوان تجد جميع الذكور أجمل من الإناث، جميع الذكور أجمل من الإناث. وهذا من باب يقول من باب الاستئناس، لا من باب الاستشهاد. أما من باب الاستشهاد ذكرت هذين القولين. فالأمر الرابع والذي لا يختلف فيه اثنان، وهو أن المرأة تحتاج إلى شنو حتى تتجمل؟ إلى وجود رجل. لا، إذا أرادت أن تتجمل شو تسوي؟ تحط إيش؟ حط المكياجات واللباس والحلي، أو من ينشأ في الحلية. إذن هو إيش؟ تنشئ في الحلية. المرأة تتنشأ في الحلية، توضع لها الحلي في أذنيها، وتضع المكياج وتتجمل من لباس لها. أما الرجل ما يحتاج إلى هذه الأمور حتى يبدو جميل. تراها جعفر. هذه كما ينفع معها حتى عمليات تجميل. نسأل الله العافية والسلام. والله يا شيخ الوقت يمر معك والله كثيرا. ولكن عندي سؤالين سريعين.